Audio Jungle. Audio Jungle. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبه لكم حاجة انا استخدمتها استخدام شخصي، ولغاية دلوقتي نص الازازة انا مستخدماها. ده فازلين، الفازلين لوشن بتستخدميه بعد الشاور على طول وبتقعدي 10 دقايق لغايه ما جسمك يتشربه. فده انا حسيت طبعا الناس اللي بتعاني بقى من جلد الوزه اللي بتيجي طبعا نتيجه ازاله الشعر طبعا بطريقه خاطئه، واللي بتدعي في الخشنه، طبعا كل ده غلط. لازم يكون الجسم حساس، فلازم في حاجه اسمها تعملي صنفره مره في الاسبوع لجسمك. دي رقم 1. رقم 2، مع استخدام الفازلين اللوشن ده، طبعا فازلين لوشن بالكاكاو، بزبدة الكاكاو، تمام. اولا مش دهني خالص على البشرة، سريع الامتصاص. انا حبيت افيدكم باستخدامي لفازلين لوشن. دي صورته. ده رقم 1. رقم 2، بعد ما انت خدتي الشاور بتاعك وحطيتي الفازلين لوشن بتعملي ايه؟ في فازلين بتستخدميه قبل ما تنامي، دي للناس اللي بتعاني من جلد الوزة ومن البثور اللي بتبقى في الدراع مطرح ازالة الشعر والكلام ده. وعلى فكرة اكبر غلط ان في ناس بيطلع لها شعر تحت الجلد بسبب برضو طريقة ازالة الشعر بطريقة خاطئة والليفة الخشنة زي ما احنا قلنا. فانت هتبدأي انك تعالجي. هتعالجي ازاي؟ اول حاجة هنعمل صنفرة مرة واحدة في الاسبوع للجسم. رقم 2، على طول بعد الشاور تحطي فازلين لوشن. رقم 3، قبل ما تنامي لازم يكون في ترتيب عالي جدا، هو الفازلين ده. انا ريحته جميله جدا، انا استخدمته، بصوا. فده تستخدميه طبعا قبل ما تنامي، تدلكي بيه ايدك كويس قوي وجسمك ودراعاتك ورقبتك بقى وكده. فالفازلين ده جميل قوي اهو. ده جل اسمه مكتوب عليه جل العنايه، تمام. تجيبيه من صيدليه، تجيبيه من اي ماركت كبير، فمتوفر في، يعني مش صعب انك ما تلاقوهوش. بس انا بعرفكم اهو، دي المنتجات اللي انا استخدمتها ودي مش دعم. فدي حاجات كويسه قوي للناس طبعا اللي بتعاني من جلد الخشن، الشعر تحت الجلد. كل سنه وانتم طيبين. باي باي. Oh